ايه؟ لو انتوا مدمنين بيبسي، تشربوا البيبسي العادي ولا البيبسي الدايت؟ طبعا بلا جدال البيبسي مضر جدا لصحة الجسم، لان سواء العادي او الدايت الاتنين بيجيبوا هشاشة في العظام. بس الاقل ضررا البيبسي الدايت، لسبب: لان المادة المحلية في البيبسي الدايت هي مادة الاسبرتام، لكن المادة المحلية للبيبسي العادي هو السكر العادي، وبيبقى 10 معالق سكر، فده طبعا نسبة كبيرة جدا وضار على الجسم. طب انا لو عاوز دلوقتي اشرب بيبسي، يعني انا مدمن بيبسي ولازم اشرب كانز بيبسي في اليوم او كانز بيبسي كل اسبوع، يعني دلوقتي اشرب بيبسي دايت ولا اشرب البيبسي العادي؟ طبعا تشرب البيبسي الدايت، بس يا ريت ما تزودش عن مرة في اليوم، يعني ما تزودش الكنز بيبسي دايت عن مرة في اليوم، ويفضل مرة في الأسبوع. يفضل وأفضل حاجة إنك ما تشربوش، حاول تبطله خالص. بس طبعا لو أنت مدمن الصودا ومدمن البيبسي، فالأفضل إن أنت تبطله واحدة واحدة عشان تعرف تبطل، أو تشربه مرة بعد كده كل شهر. ويا ريت ما تنسوش إن أنتوا تدعموني بلايك وشير، ويا ريت ما تنسوش تتابعوني. أشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة.